هاي جايز، ويلكم باك، ورجعت لكم بفيديو جديد. بجد كنتش متوقعه خالص ان انا يعني افتح الكاميرا كده واكلمكم وانا متحجبه، بس يعني ايه رايكم؟ المهم، عايزه اقول لكم بجد ان الفتره اللي فاتت كانت بجد من اصعب الفترات اللي في حياتي. عامه السنه كلها كانت مدشملاني. المهم الفتره اللي فاتت بجد كانت صعبه لدرجه ان انا كنت اصلا قاطعه السوشيال ميديا، ما بصورش فيديوهات خالص ولا بعمل اي حاجه اصلا فيها، قافله كل حاجه. الفتره اللي فاتت جده كان تعبان جدا وكان قاعد في المستشفى، كانت حالته سيئه خالص، وانا بجد كان يعني بجد كنت مخنوقه ومش احسن حاجه، وتقريبا كان عندي اكتئاب ساعتها. المهم جده توفى، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب، ادعوله. فانا بجد يا جماعه ما كنتش كويسه خالص، يعني انا بجد كنت مخنوقه، مش قادره اروح جامعه ولا قادره انزل ولا قادره اذاكر ولا قادره اعمل اي حاجه، فعشان كده كنت مختفيه. المهم انا اصلا قبل ما جده يتوفى، ربنا يرحمه، كنت بفكر في الحجاب. يعني انا كنت بفكر فيه اصلا من بدري، وعماله كل يوم البسه واتصور بيه واحاول ان انا اقتنع بيه، والبس مثلا طقم واتصور بيه واحاول اقتنع بيه. يعني بجد يمكن بقالي شهر عماله البسه كل يوم واشوف شكلي بيه واعرف ازاي هنسقه على لبسي وكده. المهم مره واحده لقيت نفسي خلاص انا عايزه انزل الجامعه وانا لابساه. يعني انا نزلت الجامعه يوم 22/11، قلت خلاص انا هنزل، خلاص هنزل. بس المشكله ما كانش عندي طرح، فنزلت. يعني الجامعه كانت يوم السبت، نزلت الجمعه بقى وجبت لي طرحتين كده اللي هو اقضي نفسي بيهم كده لحد ما اجيب تاني يعني. وبعد كده بقى يعني رحت يوم الجمعه عشان الجامعه كانت يوم السبت. بعد كده بقى بعد ما جبتهم قلت خلاص انا هتحجب. صليت بقى قبل ما انام، وهكذا نمت يا جماعه. بجد صاحيه عماله اعيط عياط مش طبيعي، ان أنا خلاص خايفه جدا، كنت مرعوبه بصراحه. ايدي عماله تترعش، مش عارفه ازاي هنزل، مرعوبه، انا كنت مرعوبه. المهم نزلت، بجد صحابي كانوا بجد مبسوطين جدا جدا، وانا بجد كنت مبسوطه الحمد لله. بس انا كنت خايفه من فكره ان ازاي انا شكلي بشعري احلى بكتير. بجد كان ده الفكر في دماغي، انا شكلي بشعري احلى بكتير، لبسي كله هوديه فين اللي هو اصلا بتاعي. ازاي يا سلمى انت شكلك حلو بشعرك، وازاي هتعمليها وبتاع، وبجد عماله اقول ازاي يعني. يعني ممكن كنت مثلا اتحجب مثلا بكره، خلاص هتحجب، لا شكلي بشعري حلو، مش دلوقتي، مش وقته، مش وقته. وعلى هكذا كنت كده، كنت حرفيا في صراع مع نفسي، هلبسه ولا لا؟ طب هعمل ايه؟ خايفه من شكلي. طب اللبس فيديوهاتي من 2020 اللي عماله اصورها دي همسح كل ده، تعبي كله همسحه وبتاع. لقيت نفسي ان ده اصلا ده فرض، وان احنا اصلا لازم نتحجب. ودايما كنت بشوف الكومنتس بتاعتكم، كان في ناس بتكتب لي ان الحجاب فرض. على فكره كنت بشوفهم كلهم ان الحجاب فرض ولازم تلبسيه وربنا يهديكي وبتاع. الحمد لله انا يعني بص مره واحده جبت الطرح ورحت نزلت على طول الجامعه من غير ما افكر، هو انا نزلت على طول. بس فعشان كده الفتره اللي فاتت كنت مختفيه خالص، ما بصورش اي حاجه. بجد كانت صعبة على فكرة. اصلا الفترة اللي هي قبل لبس الحجاب صعبة موت، هي صعبة، انتي في صراع انتي تلبسيها ولا لأ، خايفة، مش عارفة تلبسي ايه، طب شكلي طيب ازاي هعمل ايه، طب خايفة ملبسوش حلو، طب خايفة شكلي يبقى وحش، وهكذا. عارفين انا كنت في صراع مع نفسي الفترة اللي فاتت، بلس كمان الاكتئاب اللي كان عندي، بلس جده اللي كان تعبان، بجد كنت تعبانة تعبانة تعبانة. كمان كان عندي اصلا امتحانات ميد ترم في الجامعة كمان، فلا كانت فترة ضغط، كانت ضغط خالص، وانا كنت محتاجة اقعد مع نفسي. اصلا قفلت السوشيال ميديا، كنت محتاجة، يعني انا كنت محتاجة اقعد مع نفسي شوية، افكر اشوف انا محتاجة ايه ومحتاجة اعمل ايه عشان حتى نفسيتي تبقى كويسة. انا بقى عايزاكم يا جماعة بجد تدعولي ان ربنا يثبتني عليه، وان انا افضل دايما حباه واكون عايزة ما اقلعوش خالص. فعايزاكم بجد تدعولي من كل قلبكم، وتكتبوا لي كمان ايه رايكم في شكله عليا. ان شاء الله بقى هعمل لكم كونتنت جديد قريب جدا جدا، استنوا بقى الفيديوهات الجديده ان شاء الله. باي.